ماتشات الاهلي برضو كان بيبقى كويس، احقاق اه الحق الولد ده يعني حسين مخلص اه بصراحه. بس انا بقول لك ان حسين برضو ضحى بفلوس في الامارات لا تعد ولا تحصى من دي اجل حقيقة. الاهلي. امم حته الفلوس ان انا مثلا يعني ما كنتش كلب فلوس، ما صرفتش على الفلوس زي ما بيقولوا يعني. امم النهارده مثلا ما عملتش ان انا ما قلتش ان انا مثلا 80000 جنيه لا مش هاخدهم، مش هنزل التمرين لما اخد فلوس، وكده كده هاخد فلوس طبعا. ايوه. فاهم ازاي؟ ما عملتش مشكله. لا الكابتن هاب كان بيكسر اي حد. امم ده في حته تانية ده خالص. ده بيلعب ريال مدريد بيلعب على المكسب. امم ده زرع فينا غريزه المكسب المكسب المكسب. واحد زي حسين الشحات. اه حسين ده اهلاوي مجنون. اللي مش عارف مجنون. حسين، لا ده تعبان في دماغه بالاهلي. بجد اه والله. والله العظيم حسين ده ليه كان تعبان في بيعمل دماغه ايه بالاهلي. معاكم في مصر؟ ده اهلاوي حمى زي ما بيقولوا هو واخوه. اه لا، حسين كان بيعمل ايه في مصر؟ حسين كل حياته الاهلي. لو اتغلبنا من الاهلي عادي تمام. بجد والله. انا والله العظيم نخسر من اي حد تاني لا. حسين كان بيحب الاهلي حب يستيري بما طب يرضي الله ماتشات يعني. المقصة والزمالك كان بيعمل ايه؟ كان بيموت نفسه، كان بيطلع نجم الماتش. كان بيطلع نجم الماتش حرفيا. لو اه. رجعت ماتشات المقصه والزمالك طب هتلاقي وفي حسين شحات ماتشات نجم الماتش. الاهلي؟ ماتشات الاهلي برضو كان بيبقى كويس، احقاق اه الحق الولد ده يعني حسين مخلص اه بصراحه. بس انا بقول لك ان حسين برضو ضحى بفلوس في الامارات لا تعد ولا تحصى من دي اجل حقيقة. الاهلي. امم ده حاجه مفروغ منها ما فيهاش كلام. اي لعيب تاني هيبص لمستقبله، ياما لعيبه كتير بعت النادي الاهلي عشان الفلوس. لا حسين اشترى الاهلي عشان الفلوس. فاللي عايز طب اوصل لك ايه، ان في لعيبه عندها انتماء. انا لما رحت الزمالك زي ما قلت لك، اقسم بالله العلي العظيم كان هدف ان انا مكان انا بحبه. حققت حلم حياتي. حققت حلم حياه والدي الله يرحمه، ودي كانت اهم ارحمه. نقطه بالنسبه لي بعد ما والدي توفى. حته الفلوس ان انا مثلا يعني ما كنتش كلب فلوس، ما صرفتش على الفلوس زي ما بيقولوا يعني. امم النهارده مثلا ما عملتش ان انا ما قلتش ان انا مثلا 80000 جنيه لا مش هاخدهم، مش هنزل التمرين لما اخد فلوس، وكده كده هاخد الفلوس طبعا. ايوه. فاهم ازاي؟ ما عملتش مشكله. لما الفلوس كانت بتنزل ببقى عارف ان باسم مثلا معايا نازل له 200000 وانا نازل لي 5000 جنيه. والله العظيم انت فاهم ازاي؟ مصطفى فتحي ده قال لي خد اقول لك انت عادك كام؟ لما انت شايفك كده عامل غلبان وماشي جنب الحد، عادك كام؟ قلت له عادي مليون جنيه. قال لي مليون جنيه؟ قلت له قال لي تصدق بالله انت راجل عبيط. انا في حد كده. بيلعب بمليون جنيه يا ابني في الزمالك ولا لي انت مجنون؟ يا لهوي. مليون جنيه ايه؟ قلت مصطفى له فتحي قال انا لك كده؟ اقسم بالله مع ان مصطفى العظيم. فتحي كان جاي من كان نوبروم. ايوه طبعا مصطفى ده بص لعيب فلته. اه. وعسل مصطفى اخويا الصغير. لكن انا بقول لك برضو انا كنت راضي، انا قنوع الحمد لله تمام. امم والله ما كان عندي مشكله 1%. امم رغم اني ما خدتش كمان مليون. ايوه، انت انت خدت فاهم ازاي؟ 400000 اه بس. والله العظيم يعني ال 400000 جنيه. ربنا كرمني بقى، هي جت في وقت حلو برضه وقت الحنه، كنت بدأ اليومين دول كانوا بيقطعوا لنا الفلوس كده فاهم، جات لي ايه، جالي بتاع 50000 جنيه ولا حاجه على بعض. ده انا عملت فرح في البلد ساعتها انت فاهم اصلا. ازاي؟ كملت وعملت منها ليله الحنه بس. بتقول ان انت زملكاوي مجنون. هل في ماتشات الزمالك كنت ممكن تتساهل ان الزمالك يكسب؟ لا مستحيل. مستحيل. مستحيل طبعا، مستحيل ليه؟ دي امانه. اه. انا كابتن فرقه في المقصه. المقصه ده برضو انا متربي فيه. لحم كتافي من خيف يعني لحم كتافي من خيرهم زي ما بيقولوا. امم ان انا ما اقدرش ان انا مفيش الكلام ده لا مع اهلي ولا زمالك ولا والله لو بلعب مين. بس انت بتقول ان حسين كان انسى. بيزعل من اي حد ما عدا الاهلي. ما هو هل الاهلي اللي انت هو برضه ايه نفس ما الكلام؟ احنا كان معانا ناس في الجهاز. في الجهاز واللعيبه. في ناس اهلاويه وفي ناس زملكاويه. لما كنا نلعب الزمالك ما يزعلوش ان احنا اتغلبنا من الزمالك. مين بقى اللي كان مع عادي الزمالك؟ مش هينفع بقى نقول. ليه؟ ما ينفعش. والناس تانية الاهلي. اه الاهلي انكسب. امين. احنا كسبنا امين برضه. فاهم ازاي؟ مبسوطين زي الفل. اه. يعني برضه اللي هو ايه يعني ماشيينها عادي، اللي هو مش هروح النهارده متعكن طب وكده يعني. الكابتن ايهاب جلال كان اهلاوي زملكاوي؟ لا كابتن هاب اسماعيلاوي. لا الكابتن هاب كان بيكسر اي حد. امم ده في حته تانية ده خالص. ده بيلعب ريال مدريد بيلعب على المكسب. امم ده زرع فينا غريزه المكسب المكسب المكسب. لو بلعب مين مش شايف حد. مهما كان انت بتقول مين. حسين الشحات ان هو مجنون اهلي. كان بيحب الاهلي جدا. ايه رايك في الموقف اللي حصل بينه وبين الشيبي؟ هي طبعا هي فلتة من حسين في الاول. لان دي امم مش اخلاق حسين بصراحه. هي فلتة من حسين طبعا. حسين اخطا 100% طبعا. ما ينفعش لعيب برضو حتى لو الشيبي ده مش لعيب اجنبي. اه. ده في الاول وفي الاخر برضو لعيب زميل في الملعب وزي اخوك. ولعيب زيه زيك انت مش ترضى يتعمل فيك الكلام ده. امم مش تقبل انت على نفسك الكلام ده. انا تمام. بقول لك هي فلتة من حسين، وحسين اكيد ندم على الكلام ده جدا. امم انت فاهم ازاي؟ لكن موقف طبعا موقف ما كانش لطيف، وخصوصا انه جه في لعيب اجنبي، ان انت النهارده دوله غير الدوله ودوله شقيقه، فموضوع عمل حساسيه برضو كبيره جدا. خلى الناس ما تتضايق من حسين. الناس الاهل الشيبي المغاربه اكيد مش هيحبوا حسين اول ما يشوفوا حسين. مش هيكسب تعاطفهم ابدا. فاهم ازاي؟ امم
فكان موقف من حسين لا يحسد عليه، يعني موقف مش لذيذ خالص.